لما الخطاط المحترف بيغلط غلطة صغيرة على ورق مقهر في لوحة تعب عليها ساعات وأيام، أكيد ما بيرميها. بدل ما يرمي اللوحة ويبدأ من أول وجديد، بيلجأ لعملية دقيقة وحساسة جدا بنسميها الكشط. بيمسك الخطاط المشرط بمهارة الجراح وبخفة يد لا توصف، وبيبدأ يكشط طبقة الحبر عن وجه الورقة بدقة عالية. وبعد ما يشيل أثر الغلط، بيقوم بمعالجة المكان، بيصقله وبيرطبه وبيلمعه لحد ما يرجع المكان ناعم وجاهز إنه يستقبل الحبر من أول وجديد. صحيح الورقة في هالمكان صارت أرق شوي، بس صارت أنعم وأكثر جاهزية لكتابة قصة جديدة. وهذا هو بالضبط جوهر رحلة التشافي لأرواحنا. آلامنا وانكساراتنا وأغلاط الماضي اللي بنخجل منها ما بتعني أبدا إننا أشخاص تالفين أو انتهت صلاحياتنا. بالعكس، الألم اللي مريت فيه كان مجرد عملية كشط ضرورية للقشرة القديمة، للنسخة الساذجة اللي كنا عليها. الحياة كشطت السطح عشان تجهزنا نكتب نسخة جديدة، نسخة أنضج، أثبت، وأعمق من أي وقت مضى. الورقة المرممة لها جمال خاص ما بتملكه الورقة البيضاء اللي لسه ما انلمست. فيا صديقي، لا تخجل من جروحك، ولا تداري أثر التعافي في قلبك، لأنه هالتجارب بالتحديد هي اللي خلتك إنسان حقيقي. وتذكر دائما إنه الجرح ممكن يكون هو المكان اللي بيدخل منه النور لروحك. والآن بعد كل هذا الكشط والألم، هل عندك الشجاعة تمسك القلم وتكتب قصتك بطريقة جديدة تليق بك؟ شاركنا بكلمة لمن لا يزال يرمم قلبه.